لحد النهارده مش عارف هتكون ايه لما تكبر، والأسوأ انك كبرت يبقى الفيديو ده ليك. زي اي حد مش عارف هو عايز ايه، جربت كل حاجه في اوائل عشريناتي. قلت هبقى عازفة الجيتار، لا. هبقى فنانة دوبلاج، لا. هبقى جرافيك ديزاينر، لا مش حاسه. انا عايزه اتعلم الرسم الديجيتال، برضو لا. انا هبقى مونتير احسن. بس انا عرفت انا هبقى VFX كومبوزيتور. تجارب كتير وفشلت، احباط كبير، ففهمت قانون الجهد المهدر، وان كل اللي اتعلمته ده كان ليه سبب وما ضاعش. فهمت في شخصيتي اني مش عايزه اشتغل لحد، واني عايزه اشتغل لنفسي. وقررت في اللحظه دي اني هعمل كونتنت استغل فيه كل اللي اتعلمته، بس كونتنت مختلف شويتين. في زمن ما قبل الاي اي كنت عايزه اعمل كونتنت 50% علم، 50% ابهار بصري، استغل حركاتي في الجرين سكرين واللي اتعلمته. طيبه قوي. وتعطلت سنين وانا بحاول اعمل ده بسبب خوفي من بدايه. وجوزي يقول لي العربيه ولا الحمار الاول، وانا اقول له ابدا العربيه، ومصممه ابدا بالعربيه الاول، فاكره ان لسه معايا وقت. بس الحقيقه ان الوقت كان بيجري، وبقيت في اخر عشريناتي، وجمله لسه في وقت بقت مضلله. في حاجه اسمها الويك اب كول بتجيلنا كلنا في اواخر العشرينات، بنفهم في اللحظه دي اننا مش مخلدين. المرحله دي اسمها الايدنتيتي شيفت، اعاده تعريف النفس واعاده ضبط الاتجاه. فهمت ده وقرأت عنه أكتر. علميا مثبت في أواخر العشرينات دماغك بتكتمل نموها تماما، وتبدأ تدرك قيمة الوقت أكتر. المرحلة دي بنفصل فيها بين أنا القديم وأنا اللي لازم أكونه. يا تقومي وتبدأي دلوقتي، يا تفضلي في الكومفورت زون خايفة من البداية. اللي بقيت متأكدة منه إني عايزة أتعلم عشاني وعشان عيالي، ولعل أسيب في حد أثر يوما ما. وعادي هجرب تاني وتالت ورابع وعاشر ومية، ولو ما ظبطتش في المرة المية مزرعة تظبط في الميتين. المهم مقفش. واخيرا وليس اخرا، انت الوحيد اللي تقدر تحدد انك تكون او لا تكون. الفرق قرار واحد تاخده دلوقتي، مش في وقت ما.